ذي العظمة والجلال والإكرام الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثال له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، وهو خير من تقرب إلى الله بالإجلال والإعظام. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، خير صحب وآل ما تجددت البكور والآصال. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم، صلوات ربي وسلامه عليه، إن الله عز وجل قد جعل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختصهم في شهر رمضان ب5 خصائص، وهذه الخصائص ال5 لم تكن موجودة للأمة قبل سيدنا محمد، أي هذه الخصائص جعلت بولادة سيدنا محمد وبعهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والبزار والبيهقي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم. الصيام كتب علينا وكتب على الأمة التي قبلنا، ولكن الصيام عندما كتب على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل فيه واختصت فيه أمة سيدنا محمد ب5 خصائص، وهذه الخصائص لم تكن لأمة أحد إلا لأمة سيدنا محمد. وما هذا التكريم وما هذا التشريف إلا لعظم قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الخصائص التي اختصت بها الأمة أولها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ قال: لأن هناك صيام وهناك صوم، فأما الصيام الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالصيام الذي عرفه العلماء هو الإمساك عن الطعام والشراب والابتعاد عن الشهوات. الصيام هو الإمساك عن كل شيء يدخل إلى المعدة. وأما الصوم هو أن تصوم جوارحك عن معصية الله، وأن يصوم لسانك عن الكلام مع غير الله وفي غير طاعة الله. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن، ماذا نذرت؟ نذرت للرحمن صوما وليس صياما. ولن أكلم اليوم إنسيا، حركاتها سكناتها في كل شيء ذكر لله عز وجل. لذلك الصيام أيها الأحبة، أنا وأنت صائم، ولكن الصيام يأتي على مراتب. هناك صوم العوام، وهناك صوم الخواص، وهناك صوم خواص الخواص. وأما صوم العوام فهو الذي صام أمسك عن الطعام والشراب والشهوات. وأما صوم الخواص فهو من صامت جوارحه وصامت معدته عن كل شيء وشهواته. وأما صوم خواص الخواص
أمسك عن الطعام وأمسك عن الشراب وحفظ جوارحه من المعصية، ولم يكن له مع الخلق حاجة في رمضان إلا تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. حاله مع الله، فكره مع الله، صمته مع الله. إذا سكت ذكر الله، وإذا رأيته ذكرت الله. لذلك أهل محبتي، أهل مجالستي، أهل محبتي الذين يحبون الله هم جلساء الله يوم القيامة. إذن هناك صوم العوام، وهناك صوم الخواص، وهناك خواص الخواص. نسأل الله عز وجل أن يجعل صيامنا صيام خواص الخواص. قال: أعطيت أمتي 5 خصال لم تعطهن أمة قبل: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حتى أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة دم الشهيد. لماذا؟ قال: دم الشهيد عند الله عز وجل له رائحة المسك، لونه لون الزعفران، ولكن فم الصائم أطيب من المسك. دم الشهيد كرائحة المسك، وأما فم الصائم أطيب من ريح المسك. هذا كله أيها الأحبة اختصاص لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، منذ أن تسحرت وبدأت بصيامك حتى يأتي أذان المغرب وتفطر، في هذا الوقت بين الفجر والمغرب تستغفر لك الحيتان. لماذا؟ كرم من الله عز وجل. وفي بعض الروايات تستغفر لهم الملائكة في كل يوم حتى يفطروا. ويزين الله عز وجل، هذه الخصائص، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، كل يوم يزين جنته، ثم يقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، أي يرتاحوا من تعب الدنيا وينتهوا من صيامهم حتى يصيروا إليك جنة الريان لا يدخلها إلا الصائمون القائمون. لذلك أيها الأحبة كل ذلك إكرام من الله لنا، فينبغي للإنسان بعد هذا الكرم أن يحسن في العبادة مع الله عز وجل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الأحاديث، قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر بعد هذا الإكرام؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة، وتزين لهم الجنة، ويغفر لهم في آخر ليلة. فقيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. العامل عندما ينتهي من عمله ماذا له من عمله؟ ليس له من عمله إلا أجره. لذلك في آخر ليلة من رمضان توزع الهدايا وتوزع الجوائز من الله لعباده. نسأل الله عز وجل أن تشملنا هذه المغفرة وأن تشملنا هذه الرحمة. لذلك أيها الأحبة من مطالب شهر رمضان ومن آداب شهر رمضان أن نكثر فيه من 3 خصال: من الاستغفار، ومن ذكر لا إله إلا الله، وأن نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار. لذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ذاكر الله تعالى في رمضان مغفور له. ذاكر الله الذي يذكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله تعالى فيه لا يخيب أبدا. رواه الإمام الطبراني.
أن نكثر من قول دائما قبل أذان المغرب: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار. كررها حتى تكون من الفائزين بإذن الله عز وجل. وأخيرا، من مطالب شهر رمضان أن نكثر في الصدقات في هذه المواسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أفضلها في رمضان. ويقول سيدنا عمر كما قلنا: الأعمال الصالحة تتفاوت يوم القيامة حتى تأتي الصدقة وهي أفضلها مرتبة، وهي أفضلها مرتبة. للصدقة بابا من أبواب الجنة، وللصائم له باب من أبواب الجنة، وله جنة خاصة. لذلك قال: أفضل الصدقة في رمضان، أفضل الصدقة هي الصدقة في رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يخلقنا بأخلاق الصائمين، وأن يؤدبنا بآداب الصالحين، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. أقول هذا.